يا مساء الخير عليكم. النهارده بقى هنعمل القرص المبسوسة أو القرص الفلاحي كده بطريقة جديدة وطريقة حلوة أوي هتعجبكم، هتبقى حلوة أوي للفطار وأي كده حاجة كده حلوة جنب كوباية الشاي، وكمان تنفع بقى إيه في قرص كده إيه شم النسيم، نعملها يوم شم النسيم كده تبقى تحفة جدًا على الفطار. الطريقة تحفة، أنا حطيت فيها مكون حلو أوي نقلها نقلة تانية خالص، خلّى كده فيها قرشة حلو. تعالوا بينا نشوف الطريقة والمقادير مع بعض. معايا 3 كوبايات من الدقيق، حطيت معاهم معلقة شمر وينسون وتقدروا ما تحطوش زي ما انتوا عايزين. المكون السحري بقى معانا كوباية من دقيق السميد، يعني انا حطيت 3 كوبايات من الدقيق وكوباية واحدة من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسة، وحطيت كمان نص كوباية من السكر ورشة من الملح، وجبت كده نص كوباية لبن، يعني ايه دفيتهم كده زي دمع العين، وحطيت عليهم معلقة كبيرة من الخميرة لحد كده إيه ما دابت معايا، وحطيت طبعًا عليها رشة سكر، سِبتها على جنب لحد أمّا خمرت معايا. جِبت كده بقى المكونات الجافة قلّبتها مع بعض ونزلت عليهم بكوباية من السمنة على الزبدة. وبعدين بقى بسيت كده كله مع بعضه لحد أمّا العجينة كده نعمت معايا، ونزلت بنُص كوباية من الحليب. طبعًا كده اللي هي كانت الحليب اللي كان محطوط عليها الخميرة وأنا سايباها على جنب. طبعًا العجينة كده حلوة أوي، بس لأ، لسه كمان هنحط عليها حاجة علشان تضبط العجينة كمان أكتر من كده. هاجيب بقى من علبة لعلبة ونُص من الزبادي، أبتدي كده إن أنا أحُط إيه، حبّة بحبّة كده وأقلِّب لحد أمّا العجينة تبتدي كده تبقى تلِم معانا كده وتبقى ناعمة وسَلِسة كده، وتبقى تحسّوا كده إن هي سهلة التشكيل. خلاص ضبّطتها، أخدت سواء بقى كمية علبة الزبادي ونُص أو أخدت علبة على حسب الدقيق معانا. خلاص سِبتها كده تخمَر في جنب، وبعدين جِبت العجوة بتاعتي إن أنا أشكِّلها، جِبت العجوة وبعدين حطيت عليها معلقة من السمنة البلدي وشوية كده من السمسم ورشة من الفانيليا، قلبت كله كده مع بعضه لحد ما طريت معايا، وبعدين كورتها وسبتها برضو على جنب. كانت خلاص العجينة خمرت، ابتديت ان انا اجيبها اكورها، يعني انا قطعتها كده، كل كرة اخدت حوالي 30 جرام، حجم العجوة اللي كانت معايا حوالي من 10 ل 11 جرام، يعني 30 جرام و10 جرام من العجوة. خلاص كده ان انا ابتدي بقى اكورها. خلي بالكم بقى من طريقة التشكيل اللي جايه كده معايا، انا بجيب ايه حتة العجينة او قطعة العجينة، ابتدي اعمل لها كده تجويف زي تجويف الكوبيبة معايا، وبعدين احط فيها حتة العجوة، ابتدي بقى ان انا اضغط عليها كده بكف الايد قوي، يعني انا مش عايزة فيها البابة كده زي ما بيقولوا، انا عايزة يعني ايه ما اسيبش حتة كده او فراغ، ان اسيب كده للخميرة فرصة إن هي تخمّرها معايا وتقبّبها معايا أوي، لإن دي مش قُرَص طرية، دي قُرَص مبسوسة، فأنا بارقّقها. شايفين سُمك العجينة يعني معايا رقيّق إزاي؟ هو ده المطلوب، يعني بارقّقها خالص، وباسيبها بقى بعد ما باشكّلها تخمر، ما باخلّيهاش تخمر أوي، يعني برضه بتقِب معايا حاجة بسيطة خالص، لإنها لسه برضه لمّا تدخل الفرن هتتفاعل معايا في الخميرة، هتخمر برضه، هتقِب حاجة بسيطة، أنا مش عايزاها تبقى هشة أوي، دي كده هتقلب على قُرَص طرية عادية خالص. زي ما قُلت لكم دي قُرَص مبسوسة، اللي هي قُرَص الفلاحين المبسوسة الجميلة دي، القُرص اللي إحنا لمّا بنروح البلد كده ناكلها مع كوباية شاي بلبن أو كوباية شاي، دي بتبقى طعمها ولا أروع. خلاص دخلت الفرن على فرن ساخن جدًا على درجة حرارة 220، احمرت من تحت، فتحت عليها الشواية ما خدتش حوالي ربع ساعة، وكانت بالشكل القمر ده كده. الطريقة تحفة والخبز ممتاز. الكمية دي 3 كوبايات من الدقيق زائد كوباية الدقيق السميد طلّع لي كيلو وربع كده من القرص المبسوسة. وطبعًا مش شرط إن إحنا نحشيها عجوة، ممكن نحشيها أي حشوة زي ما إحنا عايزين، تقدروا برضه تسيبوها سادة، هي طعمها تحفة في كل الحالات، يعني محشية والّا مش محشية الطعم جميل جدًا والطريقة تحفة. أنا عطيت لكم كل التريكات في الفيديو، أتمنى الوصفة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. أشوفكم على خير الوصفة الجاية إن شاء الله. أنا ديجا ودي قناتي، باي باي.